دي الست اللي كل مواقع السوشيال ميديا النهارده بتتكلم عنها. ما تفتحش اي مواقع الا بتلاقي الكل بيتكلم عنها النهارده. اللي للاسف ما يتقالش عليها واحده ست، دي شيطانه بجد. يعني النهارده 12 رمضان، شهر الكريم، شهر اللي بنستناه من السنه للسنه، اللي الشياطين فيه بتكون متسلسله. ده انت اثبتي ان شياطين الانس بتغلب شياطين الجن والعياذ بالله. لما بنلاقي كده هوت جرايم بتحصل في شهر رمضان ما بتحصلش في الايام العاديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الست ديت اللي احنا شايفينها دي من البحيره، من كتر الغل اللي جواها من طليقه جوزها وكتر الغيره منها. جوزها كان معيش بنته الصغيرة اللي عندها 4 سنين معاه في البيت. المهم البنت طبعا مدية الأمان لمرات أبوها. مرات أبوها خدتها اللي احنا شايفينها في الصورة ديت، وعملت بيها ايه، مشيت وراحت بيها، نزلت بيها المخزن وراحت خبطاها وراحت موقعاها وقعة جامدة. البنت على طول ماتت. فلما ماتت عملت فيها ايه بقى؟ الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأب باختفاء بنته. الشرطة هنا والمباحث بدأت تدور في كل مكان عن البنت سلمى اللي عندها 4 سنين. مش لاقيينها في أي مكان، فوق السطح مفيش، في المخزن مفيش، ولكن لما دخلوا أوضة النوم بتاعة البنت لقوا شنطة سفر تحت السرير. بيطلعوا الشنطة لقوا البنت جوه الشنطة. مين اللي حطها كده؟ طبعا على طول كانت أول الشكوك في مرات الأب. بدأوا يستجوبوها، كانت بتنكر وهي كانت بتدور على البنت معاهم وكانت بتعيط، البنت فين البنت فين، لغاية طبعا لما شدوا الخناق عليها اعترفت وقالت كل حاجة، ان هي اللي خدتها المخزن زقتها. طب عملت كده ليه؟ اصلا عشان خاطر بتعمل دوشة. يا سلام، امال مستنية ايه من عيلة عندها 4 سنين؟ بعد ما موتها حطيتها في شكارة وسبتها في المخزن، لكن خفت ان ممكن حد يشوفها في المخزن فالجريمة تثبت عليا. عملت ايه؟ من كتر خوفها كل شوية بقت تنقل البت من مكان لمكان. راحت واخداها بالشكارة بتاعتها وراحت حطاها في خزان المية فوق السطح، وحطت على الخزان خشب وخلاص بقى، وافتكرت ان ما حدش برضه. وبعدين برضه دماغها قالت لا ما ممكن برضه يعرفوا انها في الخزان بتاع المية. اعمل ايه؟ راحت واخداها من خزان المية وراحت حطاها في شنطة السفر وحطاها تحت السرير بتاعت البنت نفسها، في الأوضة بتاعت البنت نفسها. ايه ده؟ ايه الغل اللي فيه ده؟ ايه الغل اللي انت فيه ده؟ يعني هنا المفروض لما الاب يجي يتجوز واحدة والواحدة ديت يعني اللي هتربي له عياله لازم يختار واحدة تكون صح. يا اما البنت تبقى مع امها، ما تبقاش مع زوجة الام. مهما كان مع زوجة الاب، انا اسف، مهما كان زوجة الاب ما بتبقاش زي الام، ما بتبقاش زي حنان الام. طبعا هنا الاب والام والعيلة كلها قلبهم اتحرق على البنت، وبقى مش مصدقين ان الست دي ممكن تعمل كده في الطفلة الصغيرة اللي عندها 4 سنين. طبعا تم القبض عليها وعملت نفسها بقى ان هي مجنونة وان هي مش في حالتها الطبيعية. ما هو لما بيعملوا الجرائم ديت اول حاجه يعني بتعمل نفسها ان هي مجنونه وان هي في حاله مش لا انا ما كنتش في وعي. زي بالظبط الراجل اللي في المسجد اللي قبضوا عليه، اللي خد البنت اللي عندها 8 سنين وبيعمل معاها في حمام المسجد. 2 ستات اكتشفوا الموضوع، صوتوا، مسكوه، الاهالي مسكوا ضربوه لغايه ما جت الاجهزه الامنيه وقبضوا عليه. وبعد كده عمل نفسه ان هو مجنون، ولكن مجنون على مين؟ مجنون على النيابه؟ لا طبعا، اتحبس 4 أيام في 15 يوم، ودلوقتي هيتم محاكمته محاكمة عاجلة على اللي عمله مع البنت اللي عندها 8 سنين. نفس الكلام ان شاء الله، الكل منتظر المحاكمة العاجلة للبني آدمة ديت اللي متقالش عليها الخسارة، يتقال عليها بني آدمة. يعني واقعة صعبة جدا، ربنا يصبر أبوها ويصبر عيلتها. يعني ذنبها ايه دي؟ عيلة عندها 4 سنين يحصل معاها كده.
عملت لك ايه عيله 4 سنين تمسكيها تموتيها، وفي نهار رمضان قبل الفطار تمسكيها تموتيها وتخفيها بقى، مره في المخزن، مره فوق السطح، مره تحت السرير، وفاكره ان محدش هيكتشف الجريمه. لكن ربنا سبحانه وتعالى كبير، ربنا عادل، وحسبي الله ونعم الوكيل. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.